فيلمنا النهاردة بيتكلم عن التجارب والأزمات اللي بيواجهها الإنسان في تطوير نفسه وحرفته، وبتدور أحداثه عن وجبة الرامن. بيبتدي الفيلم مع جاره الغامض اللي بيشتغل سواق على عربية ومعاه شريكه دريتر. بيحكي لنا إن في يوم من الأيام طلع في جولة مع راجل عجوز عنده 40 سنة اسمه تيوب. بيروحوا هما الاتنين مطعم علشان ياكلوا الرامن، والراجل اللي اسمه تيوب ده بيعلمه ازاي ياكل الرامن بالطريقة الصحيحة. وبنشوفه هو في العربية ومعاه صديقه بيقرروا يروحوا ياكلوا وجبة الرامن، وبينزلوا عند مطعم تامبوبو. هناك بيلاقوا أطفال في الشارع بيضربوا طفل صغير. بيقرر يوقف العربية وينزل وبياخده معاه، وبيروحوا كلهم مطعم. ولما بيدخلوا المطعم بيعرف وقتها ان الطفل اسمه توبو، ابن صاحبة المطعم اللي بيكون اسمها تامبوبو. ودي شيفة أرملة مبتدئة لكن بتسعى علشان تكون أفضل. وبعد شوية بتقدم لهم الشيف وجبة الرامن، لكن بعدها بيكتشف ان مطعم تامبوبو ما بيعرفش يعمل رامن. وبعد شوية بيتخانقوا مع الزبائن اللي في المطعم وبيضربوا جاره، وتامبوبو صاحبة المطعم بتساعده وبيقعد عندهم. تاني يوم لما بيصحى بيلاقي نفسه عندها في بيتها، وبتقوله ان لو محتاج دكتور هي ممكن تساعده. وبعد شوية تامبوبو بتحضر لهم فطار هو وصاحبه دريتر، وبتسألهم عن رأيهم في وجبة الرامن اللي أكلوها. وصاحبه بيصارحها وبيقول لها انها وحشة جدا. بعدها بيقرروا يساعدوها ويعلموها ازاي تعمل وجبة الرامن وازاي تتعامل مع الزباين عندها في المطعم. وبعد كده جارو بيمشي، وبنشوف تامبوبو بتجري وراه علشان تطلب منه يساعدها اكتر وتتعلم منه، وبتقول انها مستعدة تتعلم اي حاجة علشان خاطر ابنها. بيوافق جارو يدربها ويعلمها وجبة الرامن وازاي تكون شيف شاطرة، وبيبتدي يدربها على تمارين رياضية ازاي تكون حركتها سريعة في المطعم. وبعد كده بيروحوا مطاعم بتقدم وجبة الرامن علشان تامبوبو تشوف ازاي الطهاة بيتعاملوا وتعرف أدق التفاصيل عنهم. وكمان بتطلب من أي مطعم تروح وجبة الرامن علشان تعرف الأخطاء اللي في الوصفة علشان تعملها صح وتطلع مظبوطة. وكمان كانوا بينتقدوا أي وجبة بيطلبوها. لكن في مرة عجبتها شوربة وطلبت من الشيف يقول لها الطريقة، لكنه رفض. فبتقرر تامبوبو إنها تستخبى في مكان وتشوف طريقة الشوربة اللي بيعملها الشيف. وتاني يوم بتجربها لكن بتحرق منها وبتزعل وبتعيط. وبيوصل جاره وبيحاول يهديها. بيقرر جاره يجيب لها معلم طبخ، وبيكون الراجل العجوز اللي كان بيتكلم عنه في الأول. بيروح معاه لحد تامبوبو علشان تتعلم. وبنشوف جارو وتامبوبو ومعلم الطبخ كلهم في المطبخ. معلم الطبخ بيقول له تامبوبو انها لازم تحط الفراخ في ميه مغليه علشان يبقى طعمها احلى، ولازم تحط معاها الخضار سليم. وبنشوف جارو وتامبوبو في مطعم بياكلوا، وبيدخل المطعم راجل عجوز وبياكل. بتجيله أزمة وبيجروا كلهم يلحقوه، وتامبوبو بتحط خرطوم في بقه وبتشفط الأكل اللي واقف في زوره وبتنقذه. بعد شوية بنشوف الراجل العجوز وبيشكرهم انهم انقذوا حياته، علشان يعبر لهم عن شكره وامتنانه بيطبخ لهم سلحفة وبياكلوها. وبعد شوية الشيف اللي عنده في البيت عمل لهم رامن وبيعجبهم طعمه. ولما بيسألوه اتعلمت الطريقة فين، بيقول لهم اتعلم من راجل عجوز في مطعم عندهم في الشارع. وهنا الراجل العجوز بيقترح عليهم ياخدوا الشيف معاهم علشان يساعدهم. بنشوف جارو وصاحبه وتامبوبو رجعوا مطعمهم ومعاهم معلم الطبخ. والشيف اللي كان عند الراجل العجوز طلبوا منه انه يكون معاهم في المطعم ويساعدهم. وجارو بيقول لهم انه قرر يخلي المطعم ده افضل مطعم في المدينة كلها، وان الخط الاساسي لمطعمنا هو طعم بصلصة الصويا، والمنيو هيكون اسمه رامن ونودلز تشاشو. وبيقرروا يكون اسم المطعم تامبوبو رامن. بنشوف تامبوبو هي مع الشيف وبيروحوا يراقبوا المطاعم اللي بتقدم الرامن، بيحاولوا يعرفوا سر الطبخة. وبعد شوية بيدخلوا المطعم وبيطلبوا نودلز وبيعجبهم طعمها. فبتقرر تامبوبو تدخل تسأل شيف المطعم عن الطريقة، لكن الشيف مش بيوافق. بنشوف جارو وهو بيغسل عربيته، وفجأة بيروح للزبون اللي اتخانق معاه في مطعم تامبوبو. بيتخانقوا وبيضربوا بعض، وده لحد ما بيقع على الأرض. وفجأة بيتعرفوا على بعض، والزبون بيقول له جارو إنه شاطر في الطبخ. وقتها جارو بيقرر ياخده معاه المطعم. وأول ما بتشوفه تامبوبو بتصرخ وبتجري لحد عنده علشان تضربه، لكن جارو بيقول لها إنه عايز يبقى شريك معاهم في المطعم. وفي الآخر تامبوبو بتوافق. وبعد شوية جارو بيقدم له طبق رامن علشان ياكل. وبعدين بنشوف الفريق بتاع تامبوبو بيقرر إنها تروح تعمل ميك اب وتشوف هدوم جديدة علشان المشروع الجديد. بيروح عند الكوافير، لكن جارو شايف إنها جميلة ومفيش داعي لكل ده. لكن بيرد عليه صاحبه دريتر وبيقول له انت بس اللي شايفها جميلة. بيتعصب جارو وبيتخانق معاه وبيضربه، وبيخرج جارو بره المكان. وبعد شوية بينده عليه علشان يشوف تامبوبو. أول لما تامبوبو بتلبس لبس شيفات، وأول ما بيشوفها جارو مش بيصدق، بيقول إنها كانت طالعة من فيلم فرنسي. وبعد شوية تامبوبو بتلبس وبتخرج هي وجارو بيروحوا مطعم علشان يتعشوا. وتامبوبو بتسأل جارو عن مستواها في الطبخ، بتسأله لو كانت بتبذل مجهود كفاية علشان تتعلم. بيحاول جارو يقول لها انها قدرت تتعلم وتبقى شيف شاطرة، وبتقول له انت بتعمل كل ده علشاني ليه؟ بيقول لها انه مش عارف. بعد كده بتقول ان كل انسان عنده شخص بيشجعه يطلع للقمة، وانت دخلت حياتي وبتساعدني علشان اكون كده. وبعد كده بيسألها عن جوزها، بتقول انه كان شخص كويس جدا،
وهي بتسأله عن مراته بيقول لها إن مراته وولاده مشوا ومعرفش راح فين، وبيعترف لها إنه يفضل يكون عنده بيت وأسرة علشان هو اتربى ببيت عيلة، وعلشان كده اتجوز وكان عنده بيت هادي وأولاد، لكن عمره ما حس بسعادة ببيته وما قدرش يحقق السعادة طول حياته. ويخرجوا من المطعم وبيلاقوا الدنيا بتمطر ويحاولوا يلاقوا أي تاكسي. تنبوبو بتقول لجاره إن أول ليلة اتقابلوا فيها كانت بتمطر، وبعد كده بيروحوا البيت. بنشوف تنبوبو بعد ما عملت الرامن وبتقدمه للفريق بتاعها وبتستنى رأيهم الأول، وبيحاولوا يقولوا لها إنه طعمه وحش، لكن بعدين بيعترفوا إن الرامن كان طعمه أفضل من الأول بكتير، وبيكونوا مبسوطين منها وهي بتكون فخورة بنفسها، وبتقدم الرامن للزبائن عندها في المطعم وبيعجبهم جدا. وآخر اليوم بنشوف في المطبخ بتاكل رامن وبيدخل عندها ابنها بيكون راجع من الشارع وبيقول لها إنه أطفال الشوارع كانوا عايزين يضربوه، لكن هو المرة دي قدر يواجههم ويضربهم لوحده ويدافع عن نفسه. وتاني يوم بيجي فريق تنبوبو وبتطلب منهم ياكلوا وجبة الرامن تاني ويقولوا رأيهم، وبعد ما بيخلصوا بينبهروا بطعمها وبيحيوها إنها أخيرا قدرت تعمل الأكلة مظبوطة وبيباركوا لها. ولما بتسمع كلامهم مش بتصدق نفسها وبتعيط من الفرحة. وبنشوف فريق تنبوبو بيجددوا المطعم، ومعلم الطبخ بيسأل تنبوبو عن إحساسها بعد ما حققت حلمها وبقت شيف شاطرة. وبترد تنبوبو عليه وبتقول له حاسة إن رئيس الطهاة، وبيقول لها أنا عمري ما علمت ست وصفة الرامن، لكن دلوقتي عرفت إن كنت غلطان. وبيقول لها إنها بقت سوبر ستار. ونشوف الزبائن بدأت تيجي المطعم ويطلبوا رامن، وفجأة بيجي الراجل العجوز اللي ساعدوه وبيدخل المطعم ومعاه بنته، وبنته بتقول لتنبوبو إنه ممنوع ياكل اللحم المشوي لكن يقدر ياكل رامن بس، وبتسيبه وبتروح البنك اللي بتشتغل فيه. بعد كده بنشوف الزبائن بتزيد أكتر في المطعم وبيعجبهم الرامن اللي بتعمله تنبوبو. وبنشوف جاره وهو خارج من المطعم وبيلاقي إن معلم الطبخ مشي وكمان الشيف، وبيلاقي صاحبه مستنيه في العربية بتاعتهم علشان يرجعوا بلدهم، وبيركب العربية وبيمشي. نصيحة بقى، حاول تعالج نقاط ضعفك وتطور من نفسك ومن قدراتك علشان تقدر تحقق حلمك. وبكده يخلص فيلمنا النهاردة. لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله.